تخيل كده وانت قاعد في امان الله تلاقي موبايلك بيرن، تيجي تبص تلاقي رساله على الواتساب او الماسنجر او حتى رساله نصيه عاديه من رقم ما تعرفوش ومكتوب فيها مبروك كسبت معانا قسيمه شراء ب 5000 جنيه. ادخل استلمها من الرابط ده، او الحق صورك الشخصيه اتسربت وشوفها من هنا، او رساله تخوفك وتقول لك حسابك البنكي هيتقفل لو ما اكدتش بياناتك من اللينك ده. اللحظه دي اهم لحظه، صباعك بيبقى عايز يضغط والفضول هيموتك، بس قبل ما تلمس الشاشه لازم تفتكر ان الضغطه دي هي ممكن تكون نقطه النهايه لخصوصيتك كلها. اول حاجه لازم تعرفها ان الرابط ده مش مجرد حروف، ده ممكن يكون باب خلفي بيدخل منه الهاكر لجهازك يسرق صورك، رسايلك، وحتى باسوردات حساباتك البنكيه. فاحنا عندنا قاعده ذهبيه بتقول لو ما تعرفش اللي بعت ما تفتحش اللي جه. طيب لو الرابط ده جالك من واحد صاحبك برضه ما تفتحش، لان ببساطه ممكن يكون حساب صاحبك ده نفسه اتسرق واتهكر، والهاكر بيبعت منه لكل اللي عنده علشان يوقعهم هم كمان. فدايما اتاكد من الشخص الاول، وقبل ما تفتح اي حاجه لازم تعديها على الفحص. يعني ايه اعديها على الفحص؟ في الفيديو ده هقول لك تعمل ايه بخطوات بسيطه تخليك مطمن للرابط اللي جالك وتفتحه بقلب جامد. تعالى نعرف هنعمل ايه لو جالنا رابط من حد مجهول او حتى حد نعرفه. Let's go! الموقع اللي بنتكلم عنه النهارده ده مش مجرد موقع عادي، ده كنز حقيقي ومجاني تماما وتابع لشركة جوجل. فكرته بسيطة بس عبقرية. هو بيجمع أكتر من 70 برنامج حماية وفحص فيروسات من اللي بنسمع عنهم زي كاسبر سكاي ونورتون وغيرهم كتير، كلهم في مكان واحد. فبدل ما انت تروح تفحص الرابط عند كل واحد لوحده، الموقع ده بيعمل لك المهمة دي في ثواني. ازاي بقى نستخدمه؟ أول خطوة، لو جالك رابط اوعى تضغط عليه علشان يفتح، لا انت هتفضل دايس عليه كده ضغطة طويلة لحد ما تظهر لك قايمة. اختار نسخ الرابط، كده انت معاك الرابط في الحفظ والصون من غير ما يتفعل على جهازك. بعد كده تفتح المتصفح بتاعك وتكتب فيروس توتال. هتختار أول واحد اللي هو ده، هتلاقي الموقع بالشكل ده. هنا هتلاقي الموقع اترجم للغة العربية، لو انت عايز تكمل كمل، لو عايز تخليك على اللغة الإنجليزية خليك. أول ما الموقع يفتح هتلاقي قدامك 3 اختيارات فوق: فايل وده لو عايز تفحص ملف محمله، ويو ار ال وده اللي يهمنا النهارده عشان فحص الروابط، وسيرش وده للبحث المتقدم. احنا هنختار يو ار ال. هتلاقي مربع كبير في نص الشاشة، الزق فيه الرابط اللي نسخته ودوس على علامة البحث. الموقع هيبدأ يعدل الرابط ده على كل المحركات اللي عنده، وهتظهر لك النتيجة فورا. لو لقيت الشاشة كلها أخضر ومكتوب كلين فبنسبة 99% الرابط ده آمن ومفهوش مشاكل. لكن لو لقيت أي حاجة باللون الأحمر معنى كده إن الرابط ده ضار. هنا بقى تقفل الصفحة فورا وتمسح الرسالة اللي جاتلك وتعمل بلوك كمان للشخص ده وانت مطمن. وخلي بالك من حركة تانية بيعملها النصابين، وهي الروابط المختصرة. يعني بدل ما يبعت لك رابط طويل باين انه مشبوه، بيستخدم مواقع عشان يصغر الرابط ويخبيه. الجميل بقى في فيروس توتال انه بيفك الشفرة دي وبيعرف الرابط ده كان رايح فين اصلا، وبيفحصه برضه. يعني مفيش حد هيهرب منه. طيب دلوقتي انت ممكن تيجي تقول لي انا ممكن انسى اسم الموقع. اقول لك سهلة وبسيطة وما تشغلش بالك. تعمل ايه في الحالة دي؟ لما تكتب اسم الموقع اضغط عليه هنا كده وانسخه للحافظة. هتلاقيه موجود في الحافظة تحت، في أي وقت هتعوزه هتلاقيه. ساعة لما تفتح المتصفح بتاعك اضغط على الحافظة من هنا، هتلاقيه موجود. اضغط عليه هتلاقيه اتسجل فوق، ودوس بحث. يعني ما عندكش حجة. ركز معايا كده في الطريقة تاني، نعيدها تاني مع بعض. نصيحة أخيرة ليك: الحماية بتبدأ من وعيك انت. التكنولوجيا مهما كانت قوية، أضعف حلقة فيها هي العنصر البشري. فخليك دايما حذر، وما تصدقش أي حاجة مجانية بتجيلك فجأة. الحداية ما بتحدفش كتاكيت، وما تديش بياناتك لأي موقع يطلب منك تسجيل دخول قبل ما تتأكد إن الموقع الرسمي فعلا.
لو الفيديو ده عجبك واستفدت منه ما تنساش تبعته لكل اللي تعرفه، لأن ممكن بمعلومة بسيطة زي دي تنقذ حد من كارثة حقيقية. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، واستناني في أصل الحكاية الجاية.